لو كل سنة وانتم طيبين. النهاردة آخر يوم العيد، تالت يوم العيد يعني. أنا عملت سندوتشات جبنة وحطيت عليها طماطم، وعملت كوباية شاي بلبن عشان أفطر والشمس طالعة. بس يعني بصراحة الوقت متأخر قوي لأن أنا مش متعودة إن أنا آكل أول ما أصحى عشان لسه متعودة على الصيام. بس المفروض بقى إن أنا النهاردة إن شاء الله أقضي مذاكرة علشان انا عندي امتحان بكره. انا مقلقه شويتين من الامتحان علشان انا مقلقه شويه من الامتحان عشان انا ما ذاكرتش. بس ربنا يسترها يعني. بس هنشوف هنعمل ايه. انا بتفرج على ابو النسب. بصوا مين طلع ورده. ودي كمان ان شاء الله هتطلع. ربنا يديها الصحه. ولا فاكر تفتكر الايام الجميله دي هترجع تاني؟ جبت حاجات للامتحان من الكونفينينس ستور ده، وهطلع بقى. انا مش مقتنعه ان انا صاحيه اصلا بجد. جماعة بيبقى شكلها كيوت قوي بجد. بصوا شاي بلاسمز. انا المفروض خلصت، بس انا ما عنديش اي فكره انا عملت ايه في الامتحان بجد. ربنا يستر. دماغي وجعتني من كتر التفكير. انا هدخل المكتبه شويه علشان احاول انسي نفسي اللي انا عملته ده في الامتحان. انا عايزه اقول لكم ان انا نمت في المكتبه. انا كنت المفروض رايحه اقرا واستمتع بالعلم او استمتع بالقرايه، بس انا نمت حبه حلوين. نمت ساعه ونص تقريبا. نمت تقريبا ساعه ونص على الكرسي في المكتب. ما شاء الله عليا. انا طلبت راميان كيمتشي وكيمباب عشان انا جعانه قوي، وكنت قلت بقى اكل قبل ما اروح. انا خلاص ماشيه او مش ماشيه، يعني انا مشيت من الجامعه وراجعه في الطريق للبيت. بس ربنا اكيد. انا جبت ميه جوز هند عشان اشربها، علشان انا اسمه ايه ده هموت من العطش بجد بعد الراميان اللي انا اكلتها دي.
هتمشى بقى لحد البيت ان شاء الله. عشان الجو لذيذ قوي، وبعد ما نمت شويه في الجامعه فحاسه ان انا عندي طاقه عادي ان انا اتمشى لحد البيت. بصوا الالوان. الشجره ابتدى يطلع ورود. ازيك يا بطه؟ ازيك يا بطه؟ مش عارفه بيدوروا على ايه تحت. بصوا رجليهم اورنج، شكلهم كيوت قوي بجد. ده مش غراب، هو شكله زي الغراب بس ده مش غراب. بصوا الكلاب كيوت ازاي، اتعرفوا على بعض. اهو بصوا الريش بتاعه لونه حلو قوي مع الشمس كده، بيقلب يبقى شويه ازرق شويه اخضر. مستخبي مش راضي يخليني اصور. في قطه مستخبيه عماله تبص عليه هناك، تقريبا عايزه تنط عليه بس بعيد قوي. بصوا ازاي. كيوت قوي بجد. بصوا انا اول مره سمعت صوتهم اول ما جيت كوريا بجد اترعبت، لانهم بيبقوا صغننين قوي وانتوا سامعين صوت حاجه بتتحرك، فقلت في تعبان هيجي ياكلني دلوقتي. فكده طلعوا اكتر creatures cute في الدنيا. هم اصلا بصوا يعني هم لون ورق الشجر بالظبط، سبحان الله، متخفيين بطريقه مش طبيعيه. انا كنت رايحه اقعد هناك، خدوا الفيفورت سبوت بتاعتي، بس مش مشكله معاهم اطفال صغننين خلاص اسامحهم. بقى في امل، ابتدى الاخضر يطلع. بصوا. كانت كل حاجه ميته من اسبوع تقريبا، فجاه كده بتلاقوا الدنيا اخضرت والالوان ابتدت تطلع والورد. بصوا الاصفر اللي هناك ده. انا في حاجه طلبتها وكنت مستنياها بفارغ الصبر، بجد 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 هموت من العطش. هموت من العطش. انا بس هشرب ميه بقى كده اوريكم انا جبت ايه اللي وصل، بس بجد هموت. الحمد لله انا نمت ميه بجد، الحمد لله. انا دخلت على الزراعيه وبعد كده حسيتها متألقه في الشمس، بس بعد كده ركزت معاها شويه وغالبا الشمس دي قويه عليها قوي، عشان انا حاسه ان في الاطراف بتاعتها ابتدى يبقى فيه حروق بسيطه كده. انا غالبا هحتاج اغير مكانها هنا عشان الشمس دي قويه قوي عليهم. يعني دول غالبا بيحتاجوا شمس قويه فهم مبسوطين هنا عادي، بس واضح ان دي ارق شويه. مع اني يعني عملت سيرش عليها والمفروض ان هو اي كميه شمس هي يعني تمام معاها. وحتى دي برضو حاسه ان برضو في نهايتها حروق بسيطه، مع ان دي ما بيجيلهاش شمس قوي زي دي، بغض النظر عن الكركبه معلش. بس يعني فمش عارفه اعمل ايه، اسيبها شويه وبعد كده اتاكد عشان اشوف هل هي الشمس اللي مضايقاها ولا ايه بالظبط. يعني حتى المستخبيين اللي هنا فيهم برضو نفس الحروق دي موجوده، فانا مش عارفه بقى ايه المشكله بالظبط. واللي تحت دول بيجرم شمس كتير ومفيش حروق، ممكن يكونوا يعني ده كان مثلا كانت موجوده اصلا بس انا عشان مركزه معاها دلوقتي بس مش عارفه. انا بالنسبه لي الزراعيه دي كده كانها بنتي وانا المفروض اكبرها واحافظ عليها. حاسه ان هي جات لي هديه وهي اختارت انها تجيلي وانا لازم احافظ عليها. انا هوريكم بقى اللي انا طلبته وجالي الحمد لله. انا عارفه ان هي ممكن تبقى هي حاجه اصلا مش هتهمكم خالص. عشان انتوا اللي عايش في مصر او في الدول العربيه مش هيهموا الموضوع خالص، لكن بالنسبه لاي حد عايش في دوله ما عندهاش الثقافه بقى بتاعت ايه، الشطافه. انا كنت من المرات يعني انا كنت ماسكه فيها بقى الموبايل كده يعني عماله اضيع وقتي على السوشيال ميديا. اكشلي بغض النظر عن شعري معلش تحت وعيني مسوده عشان انا ما نمتش كويس خالص، فكنت بسكرول كده وبتفرج على، معلش انا عطشانه جدا بجد، انا مش عارفه اكمل كلمتين من غير ما اشرب ميه. فكنت بسكرول كده
بعد كده لقيت بنت اسمه ايه ده، البنت دي واحدة أجنبية مش عارفة تقريبا هندية ولا مش عارفة ايه، وعايشة مش عارفة في انجلاند، باين عايشة في حاجة كده يعني ملهاش اي علاقة بينا خالص. ماشي، رحت لقيتها بتقول ان البتاع ده، ان هي طلبت حاجة زي كده من عندها من بلدها وخدته معاها وبتركبه في اي حتة هي بتروحها. وكده شرحت طريقة التركيب بتاعته، ان هما هنا بيبقى بقى معاه كده زي وصله، الوصله دي بتدخل في الميه اللي هي بتوصل اللي بتملى السيفون، فبتخلي فيه فتحتين، فتحه علشان يخرج في دوت، وفتحه تانية بتودي الميه للسيفون عشان يملى. فانا انبهرت بالموضوع وقعدت ادعي ربنا بجد ان هو يبقى موجود هنا كمان في كوريا، وفعلا لقيته موجود، لان هم اصلا بيستخدموا البتاع ده كتير قوي في التنظيف. بيبقوا عايزين ميه تبقى قويه فبيستخدموها في التنظيف. بس انا عمري ابدا ما تخيلت ان انا ممكن اركبه انا. كنت متخيله ان الموضوع هيبقى حوار يعني، بس فانتوا مش متخيلين انا سعيده قد ايه. هو في كذا بارت، يا رب يا رب يكون شغال كويس، علشان بجد انا هتبسط قوي، لان الموضوع هيبقى اسهل لي بكتير من استخدام يعني مش لازم اشرح بالظبط كنت بعمل ايه يعني، بس الدش وكده كنت بستخدم الميه، بس الميه كانت بتبقى بعيده بس. فانا بجد سعيده جدا بالموضوع. المفروض ان هو تحسوا ان هو مش سكه شويه، بس دي حاجه بنقدر نتحكم فيها في ضغط الميه، ودي حاجه لذيذه، لان هما دايما دول بيبقى ضغط الميه بتاعتهم عالي جدا جدا، فمش هينفع يعني الاستخدام الشخصي. بس هو واضح ان هو سكه لان هو متخبط وبتاع. هو مش غالي قوي بس مش رخيص قوي برضه يعني، انا مش عارفه هما ليه كده. بس هو المفروض ان دي بقى واحده بتتركب هنا، واحده بتتركب هنا، ودي بقى بتتركب في الحمام نفسه. بس فانا هحاول بقى اعمل الموضوع ده، ويا رب يا رب يا رب الموضوع ينجح، عشان بجد هتبسط جدا. ودي المفروض ان انا بحطها بلزقها، بس دي بتستخدم بعدها ب 24 ساعه تقريبا، علشان بقى اروح حاطه فيها عشان يتركب كده. بيتركب كده من فوق تقريبا. we will figure it out. لا، اللي هو ليه طريقه معينه فلازم اركز. كده اهو. بس يعني فما شاء الله كوريا علمتني كل الحرف والله العظيم، يعني مش ممكن. كهربائيه وسباكه وكل حاجه. في ايه تاني؟ لا، عملت اللمبه دي بجد خلتني كهربائيه. قعدت بقى قعدت اتفرج على الفيديوهات بتاعت الكهرباء، لان هم حتى انا اصلا في مصر مش الشخص يعني اللي هو ما كنتش بعرف اعمل حاجه، ولا مثلا كنت بعتمد على حد تاني في ان هو يعمل. ان بابا بيحب جدا الكهرباء والسباكه والكلام دوت والميكانيكا، اي حاجه فيها لعب بابا بيحبها جدا، وانا دايما كنت واقفه جنبه. ما كانش بقى في حاجه اسمها انا بنت بقى فمش هعمل معاه الحاجات دي مش عارفه ايه، لا، من وانا صغيره جدا وانا معاه في الحاجات ديت، وانا اصلا بحبهم بجد يعني. انا الموضوع بالنسبه لي انترستنج جدا. فانا يعني انا عندي درايه كبيره بالسباكه والكهرباء، يعني درايه كبيره بمعنى البيزكس يعني لو الماسوره مثلا عملت هعرف افتح هعرف اعمل الصاموله، بعرف استخدم الزراديه الكلام ده. يعني مش عايزه ابان سباكه محترفه قوي. بس يعني بفهم في الحاجات ديت بنسبه معينه. هنا بقى عندهم المواضيع مختلفه خالص، يعني نظام الكهرباء والكلام دوت الطرق بتاعتها مختلفة. احنا عندنا الأسلاك يعني بنركبها في بعض. مش عارفة لو انتوا ليكوا في الكهرباء والكلام ده، بس هم هنا لا، الطريقة بتاعتهم مختلفة واللمبات بتاعتهم مختلفة. يعني مش مثلا اطلع بس اغير اللمبة، لا، اللمبة ليها نظام تاني كهرباء. فقعدت بقى اعمل سيرش وادور، مش بس يعني في فيديوهات بالكوري علشان افهم اصلا الكهرباء بتشتغل ازاي. فانا كنت بخاف قوي كمان علشان الحاجات دي مش بتاعتي، فبخاف ان انا ابوظ عادي عندنا في الشقه، انا ابوظ براحتي عادي. لكن هنا مش هينفع نبوظ، فكنت بخاف قوي ان انا ابوظ حاجه. وبس يعني يا رب الموضوع يمشي، ولو مشي هبقى سباكه باذن الله. بس يعني فانا قلت يمكن الموضوع ده يفيد حد، لان بجد الموضوع دوت بالنسبه لي انترستنج بطريقه مش طبيعيه، وبجد هيحل لي مشاكل كتير قوي. انا مش عارفه يمكن حد تاني عايش في بلد تانية يدور على الموضوع ده ويلاقيه، فيحل له مشكله عصيبه. في ناس انا عارفه ان هي بتشتري من مصر زي بتاع كده، زي ازازه كده، وبعد كده بيدوسوا عليها وبعد كده بتطلع زي الشطاف. بس انا كان بالنسبه لي دي فكره مش محبذه، ما بحبش الموضوع ده، فعشان كده كنت بحاول ان انا استخدم طرق تانية. فانا سعيده جدا ده هيبقى اكشلي يعني شطاف فعلا يعني. او على فكره في كوريا فيها بديهات، البيديه دوت اللي هو بيطلع ميه برضو عندنا عادي زي الشطاف، بس اللي هو الفانسي بقى بيبقى بزراير كده ومش عارفه ايه. بس في شقق بتبقى شقق اللي هي غاليه قوي يعني، فطبعا الشقه دي
متوسطة، تميل الى ان هي مش غالية. فمش هيبقى فيها شاور فانسي والحمام فانسي وكده. لكن لو بتروح مثلا كافيه فانسي، لما بتروحوا مطاعم فانسي بتلاقوا فيها البديهات. فهي الثقافة موجودة عندهم بس للناس المرفهة. عشان بس تعرفوا ان احنا مرفهين جدا بجد والله. من ناحية البديهات احنا مرفهين جدا، الشطافات يعني. انا دخلت عشان اشوف هل الموضوع هينفع بايدي ولا لا، بس فشلت فشل ذريع. فانا محتاجة يا اما زرادية يا اما مفتاح، وغالبا هجيب زرادية علشان المفتاح صعب، مش هعرف المقاس بالظبط. فان شاء الله بقى لما اروح دايسو ابقى اجيب مفتاح. بس يعني احنا ممكن بقى نلزق دي. لا بس انا مش عايزه الزقها الاول علشان اتاكد ان انا اشوف اعرف اركبه ولا لا، عشان مش عارفه اركبه وارجعه. فمش هلزق اي حاجه ولا اعمل اي حاجه غير لما اجيب الزراديه الاول واشوف بقى هعرف افتحها ولا لا، عشان هي قويه قوي. انا ما عنديش غير مفك بس، ما عنديش زراديه ولا عندي الكلام ده. هنضطر بقى نروح نشوف. وانا برضو هشوف على الويب سايت. يعني بصوا مثلا ديت الكفر ده، بصوا عامل ازاي. يعني هو بيتقفل كده ويتفتح كده علشان بعد كده تركبوها بقى هنا اللي هي دي. بس فبجد شغل مختلف يعني. فبقعد بقى كأنه بازل بحاول احله. وكنت نجارة برضو، اشتغلت نجارة شوية. انا اللي ركبت الستاير. وعملت ايه تاني، ركبت الستاير بقى. فقعدت احط الستاير قعدت اعمل بقى المسامير واركب اصلا البتوع واخد المقاسات ومش عارفه ايه. بس يعني عليت السكيلز بتاعتي. انا حاسه ان انا مش عاجبني شكل الزرعه كده، فانا عندي ده. فبفكر احط واحده هنا واعلق عليها الزرعه علشان ما تبقاش على المرايه، تبقى واقفه كده جنبها. فستيل هتدي نفس الشكل، لكن في نفس الوقت مش تبقى داخله على المرايه نفسها. حاسه ان يبقى شكلها احلى. انا مش عارفه احطها فين بالظبط، بس بفكر يعني احطها كده. المفروض برضو اقعد 24 ساعة على ما استخدمها عشان تكون لزقت كويس. انا كنت دايما بقع في الغلطة دي، وكنت بستخدمها على طول بعدها، عشان كده ما كانتش تلزق كويس. انا قعدت اعمل حاجات معرفش ايه هي علشان ما نمش واظبط نومي، بس انا حاسه انا داخله على دور برد. انا مش عارفه لو انتوا واخدين بالكم من صوتي، بس انا يعني حاسه بالموضوع. فلما ده بيحصل بقى في مشروب كده لذيذ قوي. انا مش عارفه هو اصله هندي ولا اصله ايه بالظبط، لكن بيسموه الجولدن ميلك. الجولدن ميلك ده بيبقى عباره عن لبن كده بتوابل كتير، بس الستار الاساسي بتاعه يعني هو الكركم. ده الانجريدينت الاساسي بتاعه، وده المفروض ان هو بيعلي قوي المناعه. في المفروض بيحطوا عليه ساعات زيت جوز هند، بس انا معنديش زيت جوز هند. بس يعني هو بيبقى بقى هوريكم بحط عليه ايه بالظبط. الوصفه الاصليه ما بيتحطش عليها جوز هند. انا هحط 3 قرنفلات. ده علشان يعني ايه، انا عايزه الموضوع يبقى يعني الطعم يطلع فيه جامد، علشان انا مش هسيبه فتره طويله قوي يعني. حبهان هحط 2، او ممكن احط برضو 3 مش مشكله يعني. وممكن نحط قرفه، عندي قرفه برضو ممكن احط قرفه. وقرفه هم مسمينه جولدن ميلك علشان بيبقى لونه ذهبي من الكركم. بس عود قرفه. لكن هو معروف عند الهنود ان هم لما بيحسوا ان هم عيانين بيشربوه. انا عرفت الموضوع ده من على السوشيال ميديا، مش من صاحبتي يعني، بس هي عارفاه برضو. نحط بقى معلقه صغيره كركم، ونحط حاجه غريبه شويه، هنحط رشه فلفل اسود. انا عارفه ان دي حاجه غريبه، لكن الفلفل الاسود هو اللي بيخلي الماده الفعاله الموجوده في الكركم اللي هي اسمها كركمين تقريبا
الجسم يستفيد منها، فلازم يتحط رشة فلفل اسود. بصوا بجد لونه تحفة. حاول بقى اوطي عليه النار واسيبه يغلي بقى شويه مع بعض. انا هعمل ساندوتش جبنه وهاكل جنبه خيار، يعني انا هحطها في الفرن عشان الجبنه تسيح واسيبه بقى يغلي لحد ما اخلص وبعد كده اشرب. انا قطعت خيار واحط بس جنبه شويه صوص مستردة. نحط بقى عسل. ان هو برضو مفيد جدا للمناعة. هنصبه بقى. تقريبا كنت محتاجة احط كركم اكتر سنة. بس مش مشكلة. اهو بص لونه كيوت قوي. الو بغض النظر عن شكلي. بس انا يعني طول الليل ما كنتش عارفه انام عشان غالبا انا عندي برد، يعني غالبا واضح من صوتي. فانا لو كنت شاكه فيه طلع صح. ف يعني صاحيه تقريبا من الساعه 12 ونص، وفضلت نايمه على السرير لحد الساعه 5. فهي دلوقتي الساعه 5. فالعيشه لوحدنا ليها مميزات كتير قوي، بس دي مش واحده من المميزات بجد. دي واحده من العيوب الجباره. انا بس كنت بحاول ان انا يعني ايه ارجع كده بصحتي تاني عشان اقوم اعمل حاجه. فانا هعمل دلوقتي ليموناده عشان انا محتاجه اي حاجه تفوقني بجد. حاسه ان انا مضروبه علقه. مفيش شرح اقوى من كده، انا مضروبه علقه قويه. انا اصلا كنت حاسه ان انا هعيا، وبعد كده دعيت ربنا انه اعدي بس الامتحان، يعني امتحن الامتحان وبعد كده عادي يحصل اللي يحصل. فانا يعني كنت ممكن ادعي ان انا معياش كده، دعيت بس ان الموضوع يتاخر شويه. انا هعمل ليمون زي ما انتم شايفين. هو منطقي ان انا اعمله سخن. بس انا حاسه ان انا حرانه، فانا هعمله مسكر. انا هعمله ساقع، يعني كده سكر كفايه. يعني هو غالبا انا دلوقتي حاسه ان انا يعني ان هو البرد عند مناخيري وكده، بس ما ينزلش عند صدري، ميبقاش كحه يعني. يعني انا هعمل الحركتين دول، بس بعد كده انا هاخد دواء علشان انا مش عايزه الموضوع يزيد مني، عشان ممكن معرفش اتصرف. بس انا بس يعني هعمل حاجه كده تفوقني، وبعد كده هاكل وبعد كده هاخد الدواء. هشغله بقى، سوري لو مزعج. بس كده عشان ما يمررش قوي. احنا هنصبه في مج للاسف، علشان انا الكوبايه بتاعتي الوحيده لسه فيها كركديه في التلاجة، عشان الكركديه تقيل قوي وبخففه كل شويه. انا ودني مسدوده، حاسه مش سامعه اي حاجه. معلش بقى، شكاءه بكاءه. ان شاء الله يبقى حلو، ان شاء الله يبقى حلو. بس السكر ما دبش خالص. انا هدوقه، لو طلع مش حلو هحطه تاني في الخلاط. لا فظيع، تحفه، الحمد لله. انا اسفه جدا للشعب المصري، لكن انا نازله بالمنظر ده عشان اجيب اكل. بس محدش بيعرف ان انا مصريه عامه. محدش ابدا بيعرف يجس ان انا مصريه غير لو اتكلمت. مش اول حاجه بتيجي في دماغهم يعني نركز ان الشمس جميله، بلاش تبصوا عليا انا. انا هجيب من المحل ده اللي هو اسمه بونجو. ديت اصلا الكوريين لما بيكونوا تعبانين بياكلوا النوع ده من الاكل. بصوا. كاني جايبه هديه مش شوربه. الجو النهارده بجد حلو قوي، بس للاسف بقى انا تعبانه. انا هوريكم الاكل. بصوا الطريقه بجد اللي هم عاملين الباكجينج. ده الجوك ده عباره عن بيبقى رز بشوربه. ده خضار ولحمه مفرومه غالبا، او قطع لحمه.
كان في عندهم واحده تانية برضو اللي جربناها قبل كده اللي هي بالفراخ. المفروض الفراخ دي مغذيه قوي، بس انا كنت عايزه حاجه ليها طعم. يعني كنت اصلا بفكر اجيب حاجه سبايسي، بس قلت بلاش، يعني خليها تبقى حاجه هاديه على البطن. بصوا سخنه ازاي بجد. ده مخلي الفجل عشان كده حاجه تفتح النفس. ده سبايسي، سمك ني سبايسي. دي لحمه معموله بالصويا صوص. وده الكيمتشي العادي خالص اللي هو مخلي الكرومب بتاعنا. بس كده. واحدة فيهم قعدت تغني لوحدها من وراهم بعد ما الفرقة اتفركشت. ما علينا يا تيتي، ما علينا، خلاص انا فهمت. ايه ده؟ ايه الدوشة دي على الصبح؟ صبح يا ست الكل، ده العصر هيدا كمان 5 دقايق. معلش بقى، كيس الصودا خلصت من المحل. انا بتفرج على فيلم اسمه مقسوم، انترستنج قوي، عمري ما سمعت عنه قبل كده، بس انا يعني عايزه اتفرج على حاجه فشغلت. انا شايفين الخيال بتاعي. الشمس طالعه، قليل قوي لما باكل والشمس لسه طالعه. انا بما اني لقيت الخلاط بره وكان عندي فيه فراوله في التلاجة هتبوظ، وكان عندي فراوله مجمده، فعملت عصير فراوله. لبن، ميه، فراوله، سكر. وشغلت الغساله كمان. الحمد لله ابتديت افوق شويه. ما فيهوش اي حاجه سبيشال، بس انا مش عارفه ليه انا حاسه ان انا محتاجه اشرب حاجات. وكمان الفراوله فيها فيتامين سي، فبرضه ان شاء الله يعني تساعدني شويه ان انا افوق. لونها حلو قوي، لونها بينك تحفه. على فكره فيلم مقسوم ده كيوت، يعني فيلم خفيف لطيف كده. انا ولعت الشمعة دي، بصوا الوانها. بصوا لما بتبقى على حاجه بيضاء. شكلها حلو قوي بجد. طفيت الانوار عشان تشوفوها. انا حاسه ان انا عايزه ارسم او الون يعني، دي الالوان. وحطيت هنا شويه ميه وطلعت الفرش والفراوله باللبن. وانا بتفرج على جت سليمه، انا اتفرجت عليها قبل كده رمضان اللي فات، بس انا هشغلها بس كده اسمعها وانا برسم او بلون يعني. مش هتفرق كتير يا حبيبتي. لسه داخل. حاضر يا ماما هوايا. جاتك ماما ايه؟ ليه كده بس على الصبح ليه؟ انا نسيت ان انا كنت بحتاج اميكس او اخفف حاجه، فدي بتاعت الفراوله اللي انا لسه مخلصاها. قصيتها ودي اللي انا هستخدمها. انت كمان يا قلبي. ازيك يا سناء؟ كويسه. ازيك يا هناء؟ زيها. جدع. طب انا هقوم بقى عشان اتاخرت. يوتيوبر او تيك توكر او بلوجر او جيمر. ومين اللي هيعالجنا؟ معرفش. خلاص؟ ما حدش عايز يطلع دكتور؟ ما حدش عايز يطلع مهندس؟ طب على فكره بقى، كل الشغلانات اللي انت عايز تشتغلها دي مش هتنفع غير لو خلصت دراستك، عشان لما يبقى طيب خد بقى الحاجة. والله ما لزوم التعب. لا معلش عشان انبسط. صباح الخير يا والدي. صباح الخير يا وزير. صباح النور يا مولاة الأميرة. كنت عايزاك في كلمتين لوحدك يا والدي. طيب استأذن أنا بقى. انا شغلت شمعة وشغلت الموسيقى بتاعتي عشان اهدي اعصابي. الموسيقى المفضلة بتاعتي بجد.